السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات المنتخب البحريني والعراقي ومنافسات كأس الخليج العربي خليج 26. لكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين. ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطيل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. المباراة القادمة للمنتخب العراقي والمنتخب البحريني ضمن منافسات الجولة الثانية وخليج 26. المباراة على استاد جابر الأحمد الدولي. توقيت المباراة مساء الأربعاء في 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 7:30 بتوقيت القاهرة والسودان، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة والبحرين والعراق. القنوات الناقلة دبي الرياضية 1 والمعلق رؤوف خليف، قناة الكأس 1 والمعلق خليل بلوشي، الكويت الرياضية والمعلق أحمد البلوشي، وSSC نيوز HD والمعلق فارس عوض وفهد العريشي، والشارقة الرياضية والمعلق عبد الحميد الجسمي، والقناة الرابعة 1 المعلق إدريس زيتوني، القناة الرابعة 2 والمعلق حسام الوألي، وقناة عمان الرياضية والمعلق شبيب الحبسي. وانتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. يذكر بأن المنتخب البحريني يأتي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يأتي المنتخب العراقي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط. توقع معنا في التعليقات من ينتصر في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين ومنافسات الجولة الثانية وخليج 26. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.